من هنا بدأ التاريخ علشان تكون انت اكيد في مصر. يبقى انت اكيد في مصر. يبقى انت اكيد في مصر. رحلة فريدة وتفاعلية هتعيشها في المتحف المصري الكبير. أول ما توصل المتحف ممكن تشتري تذاكر من الشباك أو ممكن تشتريها أونلاين، وهي للمصريين 200 جنيه والأجانب اللي عايشين في مصر 600 جنيه والأجنبي اللي خارج مصر 1200 جنيه. وطبعا سعر التذكرة بتقل للطلاب وكبار السن. المتحف مفتوح للزوار من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، والسبت والأربع حتى 10 مساء. أول ما تدخل هتلاقي جولف كار مستنياك عند البوابة على طول علشان تنقلك للبهو العظيم مجانا. ساحة البهو اللي فيها تمثال رمسيس الثاني والدرج اللي عليه 10 تماثيل للملك سنوسرت الثالث، والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية. وكمان موجود عمود مرنبتاح ابن الملك رمسيس، وده اسمه عمود النصر لأنه مسجل عليه انتصاراته العسكرية، وتمثالي الملك والملكة البطلمية. وآخر البهو هتلاقي الدرج العظيم اللي بيضم عدد كبير من التماثيل والحكايات والأسرار. وفي آخره هتقدر تشوف الأهرامات في بانوراما ساحرة، وبعدها هتدخل على القاعات التاريخية الرئيسية. بس لو محتاج حد يشرح لك أكتر هتلاقي مرشدين سياحيين موجودين علشان يساعدوك أو يقرا المكتوب على كل قطعة. 12 قاعة مقسمة إلى المعتقدات والملكية والمجتمع، وبتضم أكتر من 10,000 قطعة أثرية هتخليك تسرح في أدق تفاصيل الحياة اليومية وأسرار تاريخ الحضارة المصرية القديمة واليونان والرومان. أما عن قاعات الملك توت عنخ آمون هتكون مغلقة حتى موعد الافتتاح الرسمي يوم 3 يوليو القادم. قاعات توت عنخ آمون بتضم أكتر من 5000 قطعة أثرية تعرض لأول مرة داخل المتحف. ومن المقرر أن الافتتاح الرسمي بحضور رؤساء وملوك دول العالم يوم 3 يوليو القادم، وكذلك الشخصيات والوفود رفيعة المستوى يوم 4 و5 يوليو، على أن يكون مفتوح للجمهور يوم 6 يوليو. بس نصيحة مني، ركز دايما في الساعة وانت في جولتك داخل المتحف، علشان فجأة هتلاقي ناقص ساعة والمتحف يغلق وهتكون لسه في حاجات كتير ما شفتهاش، ودي حاجة كده على السريع.